ضغطة زرار واحدة كانت كفاية تقلب حياته لكابوس، لأن كل زرار في الأوضة دي كان بيطلع حاجة عشوائية، وفي زرار واحد بس يقدر يخرجه. أول ما ضغط على أول زرار خرج كلب فجأة من جوه الحيطة. اتصدم، لكن فضوله خلاه يجرب زرار تاني. المرة دي نزل عصيان خشب بتاعة أكلهم. فضل يضغط على نفس الزرار والخشب فضل ينزل لحد ما عمل كومة كبيرة على الأرض. وأثناء ما هو كان بيضغط لمس زرار تاني بالغلط، ومن هنا بدأ يلف على كل الأزرار اللي مالية الأوضة. كل ضغطة كانت بتطلع له حاجة مختلفة، لكن كلها ملهاش أي فايدة، وهو عارف إن في زرار واحد بس هو اللي يقدر يخرجه. بعد وقت طويل فقد أعصابه ورمى بالونة في الأوضة. البالونة دي خبطت زرار بالصدفة، وفجأة ظهر طبق سوشي. هو كان جعان جدا، بس لما بص على الطبق الصوص بتاعهم اكتشف إنه مش موجود. حاول يلاقي زرار يطلع له الصوص، لكن كل زرار كان بيطلع له سوشي زيادة، وفي الآخر اضطر ياكل لحد ما شبع. والحمد لله لقى زرار الصوص. عدى يوم كامل وهو محبوس ولسه بيجرب الأزرار واحد ورا تاني، بس فجأة باب الخروج اتفتح وراه. لف بسرعة، لكن قبل ما يتحرك الباب اتقفل تاني. ما كانش فاكر انهي زرار فتحه، فاضطر يبدأ يدور من الأول تاني. وبعد محاولات كتير أخيرا لقى الزرار الصح. جري بأقصى سرعة ناحية الباب، بس هنا هو شال صباعه من على الزرار. الباب اتقفل قدامه من تاني، وساعتها فهم الحقيقة. الباب هيفضل مفتوح، بس بشرط الباب هيفضل مفتوح طول ما هو ضاغط على الزرار.